عارف ليه ممكن ناس تاكل اكل بيتي ومش بتخس؟ لانهم بياكلوا اكل صح بس بطريقه غلط. خد بالك، نفس الاكله ممكن تخسس وممكن تزود في الوزن. الفراخ لو كلتها مشويه او مسلوقه تخسس، ولو كلتها مقليه او محمره تزود في الوزن. الرز لو كلته 4 أو 5 معالق تمام، لكن لو كلت طبق كامل يوقف الدايت. الخضار لو كلت طبق سلطه كبير يظبط معاك الدايت، لكن لو ما كلتش خضار يبوظ الدايت. الغلط مش في نوع الاكل، الغلط في الكميه وطريقه التسويه، واهم حاجه التوازن بين البروتين والنشويات والخضار. خلي نص طبقك خضار قبل ما تزود اي نشويات، ده يخليك تشبع قبل ما تزود نشويات. الدايت مش منع، ده ترتيب وتحكم مش حظ. نفس الاكله ممكن تزودك وممكن تظبط معاك الدايت على حسب الكميه وطريقه التجهيز. يعني مثلا ممكن الغدا يبقى ربع فرخه مشويه و4 معالق رز وسلطه، كده يبقى تمام. نفس الغدا لو كانت الفراخ محمره وكان رز زياده وما فيش سلطه، كده مش تمام. قول لي بقى في الكومنت اكتر اكله كنت فاكرها صح وطلعت كنت بتغلط فيه.